الشعار الله الوطن الملك. لا نرهب كيد الأعادي، لكن نزيد فانيا في الاعتقاد. لا نرهب كيد الأعادي، لكن نزيد فانيا في الاعتقاد. فما السجود وما المال خير سبيل إلى النجاح، إلى الأمام تقدموا بني البلاد، نبعث فخر قومنا بالاجتهاد، بعزمنا وحزمنا نبعث فخر هذه الديار. دوما ينادي إلى الأمام تقدموا بني البلاد، صوت الضمير صوت البلاد دوما ينادي إلى الأمام تقدموا بني البلاد. ورددوا في حزبي يا مليك يحيى الوطن، يحيى الملك يرحم الله. إخواني أخواتي، بانعقادنا مؤتمرنا هذا ندخل في المحطة التنظيمية السابعة النضالي الطويل لنقابتنا في إطار المركزية النقابية اتحاد العام الشغالي كنقابة جماهيرية مكافحة ملتصقة بالقواعد الواسعة للطبقة الشغيلة وملتزمة بالقضايا المصيرية للأمة. وإننا بحساسية المرحلة السياسية والاقتصادية المفصلية التي تعيشها المملكة في ظل التحولات المتسارعة وكثرة بؤر التوتر التي يعرفها العالم، نجدد على ضرورة إلى الإسراع بتنزيل مختلف الأوراش التي يقودها جلالة الملك، وفي مقدمتها الورش المتعلق بترسيخ الدولة الاجتماعية في مختلف أبعادها مع تفعيل نموذج تنموي القائم على العدالة الاجتماعية وتوفير أسباب العيش الكريم للمواطنين من تعليم مجاني وتجميد الخدمات الصحية والسكن اللائق. وكنقابة مواطنة نؤكد انخراطنا في مواصلة أوراق الإصلاحات الكبرى والمشاريع التنموية الهامة التي تعرفها مختلف أرجاء البلاد بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وترسيخ دولة القانون والجهوية المتقدمة والحكامة الرشيدة الضامنة للكرامة والحقوق والحريات والقائمة على المواطنة وحق ربط مسؤولية بالمحاسبة. أخواتي إخواني، نحن نلتئم في مؤتمرنا هذا إلا أن نذكر بأن قضية وحدتنا الترابية تأتي دائما في مقدمة انشغالاتنا. انطلاقا من ذلك نؤكد من جديد في إطار اتحاد العام الشغالين بالمغرب تجندنا وراء جلالة الملك محمد السادس نصره الله في جميع مواقفه ومبادراته للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة والتصدي بكل المناورات اليائسة والمحاولات الاستفزازية التي تستهدف الوحدة الترابية للمملكة. ونجدد دعوة لإخواننا في الجارة الشقيقة إلى المساهمة في وضع حد للتوتر الذي لا طائل من ورائه، وتسير طريق نحو الحل السياسي النهائي والواقعي للنزاع المفتعل وتغليب روح الأخوة وحسن الجوار والتوجه نحو المستقبل وخدمة المصالح المشتركة للشعوب المنطقة كلها. أيتها الأخوات أيتها الإخوان، إننا نؤكد أن البرنامج المستقبلي للجامعة ستنخرط في القيادة الجديدة، سيكون بإذن الله في مستوى انتظارات المناضلات والمناضلين الذين ساهموا بلورة
تطورت عبر اللقاءات والمشاورات التي استمرت طيلة الشهور الماضية، وهو ما سهل مأمورية اللجنة التحضيرية في تحديد المحاور الكبرى الاستراتيجية للعمل التي يجب اعتمادها في المستقبل من أجل الترافع والدفاع عن مصالح الطبقة الشغيلة وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها المرافق العمومية لجميع الأسر التي تنتمي لأسرتنا جميعا، قطاع الشباب والرياضة. كما لا تفوتني الفرصة كذلك على أن أشكر من مناضلات ومناضلي الجامعة لأستاذنا العزيز، أستاذنا الغالي، أستاذ عبد العزيز الأحمر. تحت تصفيقاتكم والحضور الكريم، أستاذ مصطفى يقدم تذكار لأستاذ جمال. لحظات جميلة دائما نستذكر فيها أياما لا زالت بيننا إلى اليوم. De souligner les efforts déployés par nos dirigeants au sein de notre organisme, leur maximum pour être à la hauteur et aux attentes de notre organisme. Amis, ici au centre de Bouzneka, à cette occasion du 7e congrès de l'Union générale des travailleurs marocains.